السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة شفنا طبعا منتخب مصر بيفوز بهدفين على منتخب أثيوبيا. أحرز الأهداف محمد صلاح وزيزو. طبعا زيزو بيسجل بعد 23 مباراة. زيزو اللي الأهلي هيتجن عليه والأندية الخليجية، وبيلعب إيه؟ بيلعب مهاجم زي صلاح، اللي هو هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول. اللي بينافسه مين؟ هالاند. هالاند ده اللي هو يعني بياكل جمال كده. فمبروك لمنتخب مصر، وبيقرب بيحط قدم كده في كأس العالم. عندنا إن شاء الله يوم الثلاث منتخب أثيوبيا، منتخب سيراليون. عندنا 13 نقطة، لو فزنا على سيراليون يبقى 16 نقطة، يبقى بنسبة 90% صعدنا لكأس العالم. طبعا حاجة سهلة يعني، بس طبعا منتخب مصر واقع في مجموعة كويسة جدا، مع ان النهارده يعني الاداء مش اللي هو. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا مش عارف كابتن حسام يعني ما ينفعش يعني من غير جبهة شمال. اللي هو اللي خد عمر جابر حتى يلعب جبهة شمال، ولا أحمد محمد حمدي بتاع بيراميدز، ولا كوكا اللي شفناه. من غير جبهة شمال يعني. وطبعا لازم مرموش في الملعب، ولازم تريزيجيه، ولازم صلاح، ولازم زيزو. طب ليه يعني ما تقعد حد كده ونشوف مثلا حمدي فتحي في نص الملعب كده مع كوكا في الشمال، مروان عطية مع حمدي فتحي في نص الملعب. لكن هو مقفل أربعة ورا. الأربعة ورا دول يعني منتخب أثيوبيا مش المنتخب المرعب يعني. ألف مبروك على الفوز، وإن شاء الله إن شاء الله كده صعود لكأس العالم، ونشوف الكابتن حسام بقى في كأس العالم بالفوز إن شاء الله كده. طبعا دي حاجة. الحاجة التانية، طلعوا الاهلاويه النهارده بيقول لك ان ده قدموا اوراق هتقلب القضيه، اللجنه الاولمبيه خلاص هتحكم يوم السبت ولا الحد. مفيش حكم. مفيش حكم باعاده مباراه. اللي اتاخد، والقرارات اللي طلعت هي القرارات اللي هيتصدق عليها من اللجنه الاولمبيه. غير كده يبقى بيراميدز والزمالك بيشتكوا بقى في الاتحاد الدولي. واسمع بقى، ممكن تلاقي النشاط الرياضي بيتوقف هنا في مصر. طبعا بند الثمان سنين ده اتطبق خلاص، من شهر 10 أو 11 تقريبا انتخابات الأهلي. ممكن نشوف بقى وجوه جديدة كده، مثلا العرجاني، ممكن خالد مرتجي، فممكن نشوف وجوه جديدة طبعا بعد محمود الخطيب وتطبيق اللائحة. وطبعا الأهلي عنده أربع لعيبة من المغرب، أشرف حكيمي وأشرف داري وأشرف بن شرقي ورضا سليم ويحيى عطية الله. فممكن الأهلي يمشي ثلاثة منهم ويسيب أشرف بن شرقي، يمشي أشرف داري، يمشي رضا سليم، يمشي يحيى عطية الله. وكمان في ممكن نشوف عمر الساعي كمان كده بعد الهجوم العنيد اللي عليه امبارح، فممكن نشوفه كمان بره. وطبعا الدوري السنة برضو منظم كده شوية. تبص كده للجدول تلاقي كله لعب 18 ماتش قد بعضيه. مش كان بيتأجل بقى بالعشر مطوشة والثمان مطوشة والكلام من ده. بعد الكابتن عامر حسين ما مشي وساب لجنة المسابقات اللي ماسكها بقاله 30 سنة. يعني أنا وعيت لنفسي كده لقيت عامر حسين ده بيدير لجنة المسابقات. طبعا مش عارف الرياضة مش لازم وجوه جديدة في الرياضة. يعني عايزين نشوف مثلا حسام غالي، عايزين نشوف عماد متعب، أحمد حسام ميد وحازم إمام. الناس دي ناس وجوه جديدة وشباب، وعايزين نشوفهم كده يمكن تنضف شوية يعني. دي حاجة. الحاجة التانية، الزمالك بيستعد طبعا لمباراة بتروجيت يوم الأحد في كأس الرابطة. وطبعا اتفق مع عبد الله السعيد على تجديد سنتين. وطبعا اخواتنا الزملكاويه طالعين النهارده بيقولوا ان الزمالك هيشارك في كأس العالم للأندية. الكلام ده مش صحيح، بعد طبعا استبعاد ليون المكسيكي من بسبب المخالفات. فطبعا الكلام ده مش صحيح، لان لازم حد من القاره. فمش هيجيب لك من قاره افريقيا ويدي لك يقول لك انا الزملكاويه بقى بيقول لك احنا واخدين كونفدراليه واخدين السوبر الافريقي فمن حقنا نشارك. طبعا لا، هيخش حد مكان ليون من نفس القاره.
استبعاد ليون طبعا، لان صاحب النادي هو صاحب نادي باتشوكا اللي شفناه بيلعب مع الاهلي. دي الحاجه. طبعا نفس صاحب النادي، نفس ملك ناديين في نفس الوقت. دي بقى الاتحاد الافريقي اللي بيطبق، الاتحاد الدولي اللي بيطبق اللوائح زي ما هي مكتوبه، ما ينفعش يغير فيها حاجه. مش عندنا بتلاقيه مثلا في رابطه الانديه، وتلاقيه في اتحاد الكوره، وتلاقيه اعلامي، وتلاقيه في نادي، وتلاقيه يعني مخالفات بالجمله يعني. طبعا الجماهير طبعا ماتش مصر بتسوانا يوم الثلاث، يا ريت يا ريت كده اتحاد الكوره يعمل قرار بدخول الجماهير مجانا. لان انت لو ما دخلتش الجماهير مجانا، الجماهير مش هتروح. جماهير الاهلي زعلانه من جنب، وجماهير الزمالك برضو نصها زعلان ونصها مع المنتخب، على موضوع حسام عاشور، موضوع امام عاشور، وموضوع احمد فتوح. بس احمد فتوح مصاب، يعني انا مش عارف احمد فتوح ده، تسمع برضو انه مصاب يوم الخميس، تلاقيه يوم الاحد في التدريبات. بيصاب امتى ويرجع امتى مش عارف. عنده حاجه في الركبه، ما تعملوها له ونخلص يعني. ده طبعا موضوع كنت حابب اتكلم فيه. طبعا موضوع اللجنه الاولمبيه ده موضوع يعني ملهاش تدخل. يعني هي هتصدق على القرار اللي طلع، اللي هو ايه، اللي هو فوز الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط اخر الموسم من النادي الاهلي. ازاي؟ هو اللي حصل حصل، هو القانون خلاص. كل واحد غلط يتحمل غلطه. سواء بقى الاهلي سواء الزمالك، اللائحه بتطبق تطبق على جميع الانديه. والسلام عليكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.